هو ايه اللي حصل في اسكندرية؟ ناس بتقول اعصار وناس بتقول ده غضب من ربنا وان يوم القيامة قرب، بس الحقيقة ان ربنا هو اللي بيعمل الاسباب. السبب العلمي ان اليومين اللي فاتوا كان الجو حر جدا وفجأة دخل هواء بارد جدا من البحر، بسبب ان الهواء السخن قابل الهواء البارد. فجأة مرة واحدة الهواء السخن راح طلع فوق، الهواء البارد نزل تحت، وده خلى السحاب تتكون بسرعة كبيرة جدا، يبقى فيها مطر شديد وبرق ورعد كمان. واللي انا عايزة اقوله ولازم تعرفه كويس ان لو حتى ده ليه سبب علمي، بس ربنا هو اللي اذن بده عشان تسأل نفسك هو انت جاهز؟ واللي حصل ده ليه تفسير تاني لما بقينا بنصدق العرافين. لقد توقعت سابقا نشان فيضانات بمدينة اسكندرية في مصر. بنرجع للأسف بنشوف اسكندرية تحت موجة جديدة من الفيضانات الكبيرة والمخيفة. قالتها هتحصل هزه ارضيه هتعدي على مصر وكارثه زي تسونامي. المصيبه في ده كله انها حددت على السواحل وخاصه في اسكندريه. واللي بقى بيتسمى بلغه العصر قارئ الطاروت، علم الابراج، عالم الفلك، وبقينا نصدقهم ونمشي وراهم، ونسينا ان سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام قال لنا من صدق عرافا لم تقبل له صلاه 40 يوما. حديث تاني بيقول من اتى عرافا فصدقه بما يقول قد كفر بما انزل على محمد. يعني حتى لو كلام صح واتحقق ده مش معناه ان احنا نصدقه، ده ممكن يكون ابتلاء من ربنا عشان نرجع له. فيا ترى هترجع له ولا هتصدق؟